لامين يامال لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل أصبح لاعبا يصنع الفارق في أكبر المباريات. في مواجهة الأمس قدم يامال عرضا استثنائيا جعل دفاع الخصم في حالة ارتباك طوال اللقاء. سرعته في اتخاذ القرار، ثقته في المراوغة، وقدرته الفنية في المساحات الضيقة، كلها أظهرت لماذا يعتبره الكثيرون أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية. شاهد كيف يستلم الكرة تحت الضغط وكأن لا أحد حوله، ثم يراوغ بكل هدوء ويرتب. لامين يامال ما يلعب كموهبة صغيرة تحتاج للوقت، بل يلعب وكأنه نجم كبير يفرض نفسه على المباراة. إذا استمر بهذا التطور، فنحن لا نشاهد مجرد لاعب جيد، بل ربما نشاهد بداية أسطورة جديدة في كرة القدم. هل هذا هو الجناح الأفضل بين المواهب الشابة حاليا؟ أم أن لامين يامال أصبح بالفعل ضمن نخبة العالم؟ هناك لاعبون يلمسون الكرة، وهناك لاعبون يجعلونك تنهض من مقعدك كلما لمسوها. لامين يامال هو من النوع الثاني. في كل مرة تصل إليه الكرة تشعر أن شيئا سيحدث: مراوغة، تمريرة ساحرة، أو لقطة فردية تترك المدافعين عاجزين ضد خصم قوي وتحت ضغط كبير. لم يختبئ يامال، بل طلب الكرة، واجه المدافعين، وصنع الفارق. ما يميزه ليس فقط مهاراته، بل شخصيته، الثقة التي يلعب بها، الهدوء في أصعب اللحظات، والجرأة على فعل أشياء لا يحاولها إلا النجوم الكبار. والأمر المرعب للمنافسين أنه ما زال في بداية الطريق فقط. إذا كان هذا مستواه الآن أو فقط، بل يكتب بداية قصة قد نتذكرها لعقد كامل. استمتعوا به الآن، لأننا ربما نشاهد مولد نجم عالمي جديد. في ليلة سقط فيها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، كان هناك لاعب واحد رفض الاستسلام: لامين يامال. بينما انهار الفريق بعد الطرد وتغير مجرى المباراة، بقي يامال يحاول، يطلب الكرة، يراوغ، ويبحث عن أي ثغرة في جدار أتلتيكو. الصحافة بعد المباراة وصف 8 مراوغات ناجحة، عدة فرص صنعت، وصراعات فردية كسبها أكثر من أي لاعب آخر في الملعب. لكن كرة القدم ليست دائما عادلة، وأحيانا لا تكفي الموهبة وحدها. بعد صافرة النهاية جلس لامين يامال على أرضية الملعب محطمة، في صورة اختصرت كل شيء. لأن البعض يلعب المباراة، لكن البعض يشعر بالهزيمة وكأنها جرح شخصي. هذا ليس مجرد لاعب موهوب، هذا لاعب يتحمل المسؤولية، يشعر بثقل القميص، ويرفض أن يكون مجرد متفرج على سقوط فريقه. برشلونة خسر الليلة، لكن لامين يامال أثبت مرة أخرى أنه مشروع قائد وموهبة تتجاوز عمرها بكثير. إذا كان يفعل هذا الآن، فما الذي سيصبح عليه بعد سنوات؟ ربما لم نشاهد مجرد أداء جيد، ربما شاهدنا بداية لاعب سيقود هذا النادي في المستقبل.